زي ما بيقولوا بص على اللوحة، الأهلي نفسه مفتوحة. 4-1 ماتش روعة، أقل ما يقول عليه إن هو روعة. اللعيبة في فورمة عالية جدا، ورغم ال4-1 كان الأهلي يقدر يجيب 4 5 أجوان كمان. ماتش بصراحة بروفيشنال لكل اللعيبة. تريزيجيه عظمة طبعا كالعادة، وبن شرقي السروب طلع بن شرقي جديد، طلع توظيف جديد لبن شرقي، وهو مستغله جدا، هو اصلا لاعب امكانياته عاليه جدا 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 يعني. زيزو اسيستاته الحاسمه، والامو طبعا عوده حميده. الف حمد لله على السلامه حبيبي، وبالتوفيق. ويا ابني الكره عمرها ما كانت ظالمه، فعلا ممكن تسعدك في لحظه. ماتش روعه، من اول المدير الفني اللعيبه وكمان الجمهور. الاهلي استغل الماتش كويس جدا، ضيّع فرص بس جاب برضه مع الوقت. وثروب بصماته واضحة جدًا يعني. علامة استفهام بس على الشناوي. مش عارف أنت عايز تعمل إيه، يعني أنا مش عارف أنت دايمًا يعني بتحط نفسك في ورطة إن أنت دايمًا لازمًا تغلط. وشوبير طبعًا كورتين النهارده رد فعل. آآ أنا أكتر واحد مدعم لشوبير يمكن في مصر، ويلعب على أي حد في مصر، ده حقيقة يعني. هو بس يمسك في الفرصة، وسبحان الله هو بيستغل كل دقيقة، كل دقيقة هو بيلعب فيها بيستغلها على أتم استغلال. فألف مبروك للأهلي والأهلاوية، وبالتوفيق دايمًا، والتوفيق في الماتش القادم لكمالة المشوار والتتويج بالبطولة في النهائي إن شاء الله.